السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد من قناة مروة عليه على اليوتيوب. قبل ما ابتدي الفيديو يا ريت تدعم الفيديو ده باللايك والسبسكرايب، وما تنساش تفعل زر الجرس لو مش مفعله، وتعمل شير الفيديو ده لكل اصحابك، وباذن الله هيعجبك الفيديو. هنتكلم عن تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة القمة يوم الثلاث اللي جاي الساعة 9:30. بص انا بتكلم بسرعة ازاي، يلا بقى فوق معايا. اول حاجة هبتدي بيها هقول لك التشكيل على طول كده وارصهم لك، واقول لك بقى كولر ممكن يعمل فينا ايه. اول حاجة في حراسة المرمى مصطفى شوبير. تاني حاجة عندنا قلبين دفاع اشرف داري ورامي ربيعة. باك يمين محمد هاني. باك شمال كريم الدبيس. نص ملعب عندنا مروان عطية، امام عاشور، واحمد رضا. في خط الهجوم وده الصراحه انا عندي شك فيه، عندنا بن شرقي، وسام، وجراديشار. وممكن ما يلعبش بالشحات، ولكن ممكن يلعب بالشحات وما يلعبش وسام ويبدا بجراديشار. يا رب ما تكونش تهت مني. بص يا باشا بقى، دلوقتي احنا كده قلنا التشكيله اللي بنسبه 70% او بنسبه 80% هي ليها كده كده تفوق على الزمالك، على لعيبه الزمالك. يعني الاسماء اللي انا قلتهم لك دول رصيتهم لك دلوقتي كل دول بسرعه كده احسن من احسن لعيب في الزمالك هناك، ما عدا عبد الله السعيد يعني، بالظبط لاجل الامان. ف على الله كابتن كولر حبيبنا جدنا عمنا وعم العيال وعم الدنيا ما يفاجئناش ويدينا خازوق من خوازيقه بتاعت كل مره دي، يقول لك انا هبتدي بمحمد الشناوي باك يمين ولا حاجه. مش عايزين حاجه من الحاجات دي تاني بعد اذنك. احنا عايزين حاجات عاديه، تشكيله عاديه من غير حق. يعني انا عارف ان انت عايز تبقى عميق ويا الله، وانا بفكر في حاجه. يا عم يا عم العب السهل هتكسب سكور. المره اللي فاتت انت كنت كاسب الاسماعيلي 4-0 وداخل الماتش بمعنويات فوق الجمهور. يا عم مش انت، احنا داخلين بمعنويات ان احنا هنكسبهم 4. الزملكاويه نفسهم كانوا بيقولوا لك احنا لا احنا يعني في زملكاويه ما كانوش هيتفرجوا على الماتشات وانا اعرفهم يعني. فيعني ان شاء الله الماتش ده يكون حماس عندك وعند اللعيبه ان انتوا تراضوا الجمهور عن اخر ماتش. ده اول حاجه. تاني حاجه بقى هتكلم فيها في القرعه اصلا اللي خلتنا نواجه الزمالك اول ماتش في الدور الثاني. بص يا باشا، ما هو انت ما تبقاش قاعد قبل السحور زهقان فتقول يلا انا هخش اعمل مع شات جي بي تي، اقول له معلش اعمل لي قرعه الدور الثاني للدوري المصري وصعبها على الاهلي. انا مش بقول لك كده يعني ان هما بس بقول لك يعني ان هو ايه ده مش حاجه، ده هبل، ده فساد، ده قمه العبط والعبث اللي احنا عايشينها. ان هو يخش الساعه 2 بالليل على شات جي بي تي يقول له اعمل لي القرعه، ويقول لك يلا اتفضلوا كل نادي ده الجدول بتاعك ويتفضل. طب انت ما علمتش حد، مفيش مناديب، محدش اصلا عارف. احنا فجاه لقينا يلا خد ده جدول الدور الثاني بقى، ما تقرفوناش عشان عايزين ننام ونتصحى. يا باشا ما هو ده مش كلام. ولكن بقى ايه، احنا مش زي الزملكاويه، مش هنفضل نتكلم كتير. حبايبنا الزملكاويه كلهم والله. تمام. تاني حاجه بالنسبه لتشكيله الزمالك، فانا والله مش بتابع الزمالك. يعني انا اخر مره اتفرجت على الزمالك مش عارف من امتى، بس في لعيب واحد منهم اللي عاجبني جدا، نص الملعب بتاعهم اللي اسمه محمد السيد. ده الوحيد اللي فايق فيهم او اللي بيحاول فيهم، هو والمدافع المغربي اللي كان لعب في ماتش القمه اللي فات برضو والوينج الشمال المغربي برضو بتاعهم كويس. فالصراحه الثلاثه دول هم دول اللي يعني اللي دلوقتي شغالين مع عبد الله السعيد. زيزو تعبان، دونجا بيلف حوالين نفسه مش عارف هو فين، والدنيا هناك عندهم بايظه يعني. فباذن الله بقى الماتش ده نكسبه سكور يعني باحترام، من غير تقليل من نفسك، من غير ما الجمهور عشان بتطلعوا في الاخر تزعلوا. الجمهور بيشتمنا واحنا سو كيوت والجمهور وحش وما ينفعش، وانا قلت للعيبه ما نجيش نسلم على الجمهور. لا يا حبيبي، ما هو انت يعني هو انت ما ايه، انت ملاك يعني، ما انتوا اللي غلطتوا ببساطه شديده كده. فباذن الله اتمنى ثلاث حاجات، يعني ان كولر ما يالفش وما يخزوقش الجمهور زي كل مره بيعملها. اللعيبه يكون عندها حماس ان هم يكسبوا ماتش القمه ده، خصوصا بعد ان هم ما رضوناش ولا يتعادلوا بالعافيه مع الزمالك، وكان الزمالك ممكن يكسب الماتش اللي فات. وبس، ما فيش المطلب التالت نسيته. فيعني خلاص. لا عجبكم الفيديو في النهايه كده، ما تنساش تدعمني بالسبسكرايب عشان نوصل ل 1000 سبسكرايبر. انت عارف انا هوصل ل 1000 سبسكرايبر باذن الله، بس انت لو دوست على الزر الاحمر ده ودخلت شفت الشورتس والله هتعجبك. بص كده خش شوف يا عم الدوري الانجليزي حاجات، وصلاح مولع الدنيا هناك في الشورتس، ما بنزلهاش فيديوز. ابطال برضه هتلاقوه ظهر لكم هنا بقى وهتشوفوه. ويا ريت يا ريت تعمل شير لاصحابك، تقول لهم الراجل المجدع اللي اسمه مروان ده بيعمل فيديوهات حلوه. سلام.